السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل دار الهيئة العالمية للشبان شارع رمسيس لنا لقاء في منطقة الثقافة والفن بعنوان فن الإلقاء. معنا اليوم المخرج الكبير دكتور تامر الجندي. دكتور تامر الجندي مخرج ما شاء الله تلفزيوني كبير، ويعني محاضر داخل الجامعات في كليات. يعني تعرف معايا يا فندم؟ أنا الدكتور تامر الجندي المخرج ومحاضر مواد الإذاعة والتلفزيون في بعض الأكاديميات وفي مسؤولية المخرج. أهلا وسهلا بشرف حضرتك يا فندم. حضرتك يعني المطار بيمثل إيه النهارده عنك؟ بصراحة هو الاسم نفسه يعني الإلقاء وفن الإلقاء لازم نعرف إن الإلقاء له قيمة. العرب كانوا بيتكلموا بالشعر، الفراعنة كانوا بيتكلموا بالكتابة الهيروغليفية والديمقراطية، كانوا بيفكروا في ازاي يتكلم ويوصل لك المعلومه. فن الالقاء ده حاجه كويسه جدا. لو انت بتسمع كويس هتفهم من الكلام. ففن الالقاء شيء جميل والملتقى بصراحه جميل واسمه. يعني صراحه كلام رائع جدا. افتتاح المتحف المصري بيمثل حضرتك فيه. حضرتك شاركت فيه الاول؟ طبعا. حضرتك المتحف المصري الافتتاح العظيم، العمل الكبير اللي نظمته مصر وعملته مصر، يعتبر من انجز واعظم الاعمال في القرن ال 21 بالنسبه لمصر. حضرتك شاركت في المتحف ده؟ اكيد طبعا. شفنا بس احنا ممكن نختصر موضوع المتحف المصري في حاجه. اتفضل. تاريخ الاجداد يعيد الاحفاد. يعني تاريخ الاجداد على مدار الزمن بيعيد تاني للاحفاد بتنظيم وتوضيح كل قطعه لها اسمها وتاريخها، الناس هتروح هتطبيها. غير ان طبعا الافتتاح ابهر العالم بسبب الحضور القومي. مصر دايما رهيبه في كل الفنون والفنون. في نهايه اللقاء نشكر المخرج الكبير العظيم على هذا الكلام الطيب والحضور في افتتاح المتحف المصري، ونشكر الاستاذ عبد الله النباز الشاعر الكبير والدكتوره امل حمد على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. كان معكم الدكتور مجدي الناظر، جريد بوابه عدد مصر. بعديها